السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. بصوا بقى، انا حبيت اعمل الميك اب لوك ده لما بكون مخنوقه او بكون متضايقه او بكون في اي حاجه، بعمل ميك اب لوك بالوان غريبه. فتتفقي معايا في الميك اب او تختلفي معايا في الميك اب، ليكي مطلق الحريه. بس تنزلي دلوقتي لاختك وحبيبتك وتعملي لها لايك تحت الفيديو ده، وبعد كده نكمل مع بعض الفيديو للاخر، وهحكي لكم كمان ايه اللي مضايقني وايه اللي خانقني. روحي بقى هاتي حاجه كليها او حاجه اشربيها وتعالي كده ندردش مع بعض. ولو كمان عايزه تعرفي الميك اب لوك ده اتعمل ازاي باسهل الخطوات، هسهل عليكي الدنيا جدا ان انت تطلعي ميك اب لوك قوي مليان تفاصيل باسهل الخطوات. جدا تحسي ان اللوك صعب الالوان وما تقدريش تنزلي بيه والالوان كتيره، خدي منه اللي هيفيدك، بس خدي منه المعلومه اللي هتبقى ناقصاكي. بس اختلاف الالوان واختلاف الاذواق، احنا دايما عايشين عشان يبقى في بينا اختلافات في الاراء كتير. انا بالنسبه لي اللوك عاجبني جدا جدا جدا، وما عنديش ادنى مشكله ان انا انزل بيه. فسيبي لي رايك في الكومنت، ولو عايزه تعرفي الميك اب لوك ده اتعمل ازاي كملي معايا الفيديو للاخر. وغير كده عشان ما اكونش رغايه اكتر من كده، يلا بسم الله نحول العين دي زي العين دي. بصوا التفاصيل، ركزوا كده في تفاصيل العين دي عامله ازاي. طيب اول حاجه هعملها معاكم ايه؟ هاخد البرايمر بتاعي من بلويس، ده رقم 2. تقدري تستعملي اي كونسيلر عندك، وهاخد منه يا دوب نقطه واحده هنا. هي نقطه واحده اللي انا خدتها على الجفن دي، شايفينها؟ وهبتدي اوزعها على الجفن كتير قوي. حاسه ان انا عايزه اعمل لوك اطلع فيه طاقتي. كل ما بكون متضايقه او بكون زعلانه بحس ان انا عايزه اعمل لوك بالوان غريبه. دي الحاجه الوحيده اللي بتخرجني من اي زعل انا ممكن اكون فيه. واقول لكم دلوقتي حالا كمان ايه اللي مزعلني. انا انبه على البنات محدش يقع في الغلط اللي انا وقعت فيه. كده هاخد الباليت دي من شيكلام، وهاخد منها بنات الدرجه الفوشيا دي. كده هاخد اللون الفوشيا اللي انا وريته لكم ده، وهحاول اركزه هنا. هي الباليت البيجمنت بتاعها اصلا حلو جدا. ركزوا معايا بقى كده. بصي بقى يا ست البنات، منك ليها البنات اللي عندهم صفحه على الفيسبوك او عندهم بيج او عندهم جروب او اي حاجه، او ليكي نشاط عامه على الفيسبوك، هقولك اللي حصل معايا عشان ما يحصلش معاكي. انا من كام يوم جالي اشعار او نوتيفيكيشن على البيج بتاعه الشغل ان انا لازم امن الحساب، لان في خلال 24 ساعه الصفحه بتاعتي هتبتدي تتقفل وهتتعطل بشكل نهائي. طبعا انا خفت من الاشعار اللي جالي ده جدا، وخدت البوست ونزلته في الجروب عندي. البنات اللي مش عارفين، احنا جروب اسره كده مع بعضينا اسمه يوميات نهى واخواتها. لو انت عايزه تنضمي ليه هسيب لك لينك الجروب تحت في الديسكريبشن بوكس. اي حاجه بتحصل بنحكوها لبعض جوه. فخدت البوست ودخلت حطيته على الجروب وقلت للبنات: بنات انا جالي ده، حد فيكم يعرف ايه ده؟ قالوا لي اه يا نهى، انت حد مقدم فيكي ريبورتات او حد عامل فيكي بلاغات، وما تقلقيش خالص، امشي على الخطوات اللي هم عايزينها والموضوع سهل. فانتوا شايفين كده؟ قالوا لي اه. المهم قمت داخله ماشيه على الخطوات اللي هو طالبها، فكتبت كل حاجه. دخلت على اللينك اللي مبعوت لي الاول. بعد ما دخلت على اللينك، ودي كانت اول غلطه انا عملتها، ان انا دخلت على اللينك. بعد ما دخلت على اللينك المطلوب لقيته بعد كده بيبعت لي: طب عايز الرقم بتاع الفيزا وعايز الباسورد بتاع الفيزا. ومفيش اي حاجه في الدنيا ممكن تطلب منك الباسورد بتاع الفيزا، خدي بالك. فالفيس هيطلب مني الباسورد بتاع الفيزا ليه؟ اكيد الفيس عمره ما هيطلب مني حاجه زي كده. ففي الحاله دي انا قلقت شويه، فقلت لا خلاص الموضوع مش صح. ودخلت تاني على الكومنت لقيت كل البنات كاتبالي: لا يا نهى عادي، دي اجراءات عاديه، ده حد بس عامل فيكي ريبورتات. وانا مش عارفه ممكن اصلا حد يعمل في البيج بتاعت العرايس عندي ريبورتات ليه. بعد كده هجيب الباليت دي من ريفوليوشن، وهاخد اللون الاحمر ده، فوشيا وبعديه احمر، فوشيا وبعديه احمر. درجه الاحمر الناري دي هي احمر عاطي على اورنج شويه، الاندرتون بتاعها اورنج. وهبتدي احطه هنا، شايفين؟ اسحب على بره كده شويه. بعد كده بعد ما خدت البوست وحطيته، ولقيت البنات بيقولوا لي: يا نهى دي خطوات عاديه جدا، ما تقلقيش وبتاع، امشي على الخطوات. مشيت على الخطوات. بعد شويه لقيت نفسي في حاجه غريبه بتحصل في البيتش عندي. بعد ما مشيت على الخطوات على طول، اتاريني بمجرد ما مشيت على الخطوات وكمان دوست على اللينك، انا قدمت صفحتي على طبق من فضه او على طبق من ذهب للهاكر اللي داخل يهكر البيج عندي او يهكر الصفحه عندي. وبعد كده وانا جوه البيج لقيت نفسي بطلع بره البيج خالص، حد بيطلعني بره الصفحه. بعد ما كنت ادمن للصفحه او مسؤوله على الصفحه، لقيت حد بيطلعني بره البيج تماما. بعد ما طلعت بره البيج تماما، انا حاطه الاكونت بتاع ابني، حطاه برده ادمن عشان لو في اي حاجه اعرف اتصرف من عنده. فطبعا جريت على الاكونت بتاع معاذ ابني، لقيت برده حد بيطلعه هو كمان من الصفحه.
اللي هو طب انا مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه الجا ايه. معايا الادمن التانية صاحبتي ميار، فقالت لي يا نهى خلاص ما تقلقيش انا هحاول اتصرف. وفعلا قعدت تحاول تتصرف وبتاع. في حين يا عيني هي وهي بتتصرف انا شايفه قدام عيني البوستات بتاعه العرايس كلها 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 بتتمسح. شايفه قدام عيني تعب وشقه ومجهود كتير قوي بيروح قدام عيني. وان انا ابص على كل بوست العروسه او كل فيديو او كل ميك اب توتوريال عندي، انا بحب قوي اعمل توتوريال للعرايس واعمل فيديوهات واعمل كده، ان انا ابص على كل حاجه الاقي كل حاجه عماله تتمسح 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 ولا اكنها كانت موجوده اساسا. بعد كده بعد ما تقريبا مسح لي الصفحه كلها، الحمد لله قدرنا نتحكم وقدرنا نطلعه بره الصفحه خالص. لقيته بعد كده باعت لي طلب حد اكونت بتاعه هسيبه لكم هنا عشان لو ورد عليكي في اي حته اعرفي ان هو هاكر، وهحط لك كمان كل السكرينات اللي كانت بتتبعت لي عشان لو جات لك في اي وقت اعرفي برده ان هي هاكر. لو حصل كده معاكي طول الوقت اعرفي ان دي بيكون فيها مشكله. وانا حتى بحكي لكم وبفضفض معاكم، فانا الكلام ده عادي احكيه على اليوتيوب ولا ممنوع ان انا اتكلم في حاجه زي كده على اليوتيوب، بس انا بفضفض معاكم. بعد كده لقيت الصفحه بتاعتي ابتدت يتمسح من عليها كل شغلي وكل شقايا وكل تعبي وكل عرايسي وكل فيديوهاتي وكل حاجه، وخلالي الصفحه وليكن انا لسه حد مبتدئ واقل من مبتدئ، مسح لي كل حاجه على الصفحه. الصفحه حرفيا عندي كان فيها ريتش حلو جدا وكان فيها تفاعل حلو جدا وكل حاجه فيها كانت الحمد لله رب العالمين كويسه، فمسح لي كل حاجه ورضيت بالامر الواقع وتمام، وهبتدي من اول وجديد وهبتدي من تحت لصفر. فانا عايزه بناتي دلوقتي يدخلوا بقى على الصفحه دي وعلى البيج دي يكسروا الدنيا. هسيب لكم لينك البيج بتاعتي تحت في الديسكربشن بوكس. وبس يا ست البنات خدي بالك لو حصل معاكي الموقف ده او تقعي في الموقف ده، ولا تدوسي على لينك ولا تدوسي على صفحه ولا اي حاجه. اولا لان الدعم والاداره ما بيبعتولكيش اي حاجه فيها ايموشنز خالص. بعد كده هجيب الكونسيلر بتاعي او هجيب البيز بتاعي، تقدري تستعملي كونسيلر زي ما قلت لك، وهبتدي اقطع هاف كات كريس. قلت لك ما بيبعتلكيش اي حاجه فيها ايموشن، وانا البوست تقريبا كان كله ايموشنز وانا ما خدتش بالي وما اعرفش. ولما سالت البنات قالوا لي لا يا نهى ده عادي، فانا قلت خلاص ده عادي يعني. وما طلعش عادي يا بنات، وطلعت بتهكر بخير وسلامه، وتهكرت والحمد لله. هقطع هاف كات كريس بالشكل ده زي ما اتعودنا مع بعض. بس فعايزاكي تاخدي بالك بقى البنات اللي عندها بيجات والبنات اللي عندها جروبات والبنات اللي عندها حاجه على النت، خدي بالك جدا ما تدوسيش على اي حاجه ممكن تجيلك، ما تدوسيش على اي لينك ممكن يجيلك. لو تعرضتي للموقف ده في اي وقت خشي على الدعم بتاع الفيسبوك وابعتي لهم رساله، هو لو في مشكله هتلاقيهم بيتواصلوا معاكي. انما طول ما انت ما جالكيش حاجه من الدعم نفسه ما تشغليش بالك باي مسج او اي حاجه تجيلك، لان ده للاسف بيكون حد عايز ياخد تعبك او عايز ياخد مجهودك او عايز ياخد شقاكي. فحبيت بس ان انا اطلع انبهكم واقول لكم. بعد كده هقطع الهاف كات كريس بتاعي بالشكل ده. بعد كده هجيب بيوتي بلندر واسحب منها كل الزياده اللي موجوده دي بالشكل ده. مفيش اي حاجه صعبه خالص. وبعد كده هبتدي اجرب معاكم البيجمنت بتاع ندى سالم بتاع البراند اللي هي اسمها جلوسون، اللي انا بعشق 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 منها الهايلايتر. جبت منها درجات بيجمنت ودرجات جليتر، وهاخد الدرجه اللي هي اسمها جي 5 اللي هي دي. ده شكل الباكج بيجيلك بالشكل ده، والدرجه اللي انا هستعملها دي اسمها جي 5. الدرجه دي كده وهبتدي احطها على الفاتح ده كله. بصوا البيجمنت ولمعته عامله ازاي. انا حطيته يعتبر على الكونسيلر يا بنات على طول بالشكل ده. بصوا الجمال. كده انا حطيت البيجمنت في كل المكان اللي انا عايزه احط فيه البيجمنت. درجه البيجمنت دي خطيره كده. ده شكل البيجمنت من جوه، ودي الدرجه بتاعه البيجمنت. الدرجه دي اسمها جي 5. عايزه احط اللون الاصفر اللي انا حطاه، واللون الاصفر مش قوي جدا في الباليت اللي انا هستعملها، فهبتدي اخد الباليت بتاعه الروج، هاخد منها الدرجه الصفراء دي يا بنات بالشكل ده، وهبتدي احط روج اصفر في الحته دي، روج اصفر كريمي، عشان لما اجي احط اللون البودر اللون يبقى قوي معايا. نفس الباليت اللي انا استعملتها هاخد منها الدرجه الاصفر دي، وهبتدي احطها هنا. اللون هيبان معانا عشان انا حاطه بيس كريمي. مفيش اي حاجه صعبه خالص. وهبتدي اجرب الهايلايتر الجديد بتاع جلوسون بتاع ندى سالم، بيجيلك بالشكل ده، وشكل الباكج بتاعته بتيجي بالشكل ده. الدرجه اللي معايا دي اسمها نيون. بصوا بنات الدرجه تبان من بره ابيض كده، هي دلوقتي مش هتبان على العين، بس لما اجربها لكم على البشره هتبان جدا. هاخد حته صغيره وابتدي ادمج بيها ده، ادخل دول في بعض كده
ادمج بيها بس في النص كده الالوان بالشكل ده. مفيش اي حاجه صعبه معانا كده. هجيب الايلاينر بتاعي، الايلاينر اللي انا هستخدمه ده من اماندا، هبتدي ارجه كده كويس. الايلاينر ده اللي هو ووتر بروف، وهبتدي ارسم رسمه الايلاينر دي. شايفينها يا بنات؟ هاخد الخط بتاع الايلاينر بتاعي عادي وهنزل بيه كده. عملت الوينج بتاع الايلاينر بتاعي بمنتهى السهوله، ما عملتش حاجه. بعد كده الكسره بتاعه العين في كسره هطلع عليها بخط صغير كده اهو، شايفين؟ وهقف من الخط الصغير ده هبتدي اخد خط ايلاينر تاني فوقيه. هتحسي ان الموضوع صعب، بس لو عملتيه بايدك هتلاقيه سهل جدا. الخط الصغير اللي انا عملته اللي انت شايفاه قدام عينك ده هطلع بيه بخط ايلاينر تاني من فوقيه بالشكل ده، وهنزل بقى بخط الايلاينر الاخير بتاعي على رفيع شويه. بصوا يا بنات بالشكل ده. وبعد كده هجيب الاستراس بتاعي اللي هو بيجي ده، عارفين انتوا، ولو مفيش كمان هتلاقوه عندكم في تيشيرتات كتير وبلوزات كتير، ممكن تقطعوا منه عادي. هاخد واحده كده، حط على ايديا نقطه جلو شفاف، هاخد منه كده الزقه هنا. ادي اول واحده معانا. احاول اخليها في النص بين الايلاينر. الثانيه انا حاطه 3. كده ركبت الرموش دي. الرموش دي من شيجلان، بحبها جدا جدا جدا. كنت جايباها من الجروب عند بوسي، هسيب لكم برده لينك الجروب بتاع بوسي تحت في الديسكربشن بوكس. هجيب الجلاينر بتاعي من شوباريل وهبتدي ارسم الوينج ده من قدام. بالشكل ده يا بنات كده خلصنا العين. بعد كده هبتدي اخش على البشره. انا طبعا مرطبه بشرتي ومرطبه شفايفي وكمان مرطبه تحت عينيا. وبعد كده هستعمل الفاونديشن ده من اوفيس، بقالي كتير قوي ما استعملتوش. درجه الفاونديشن اللي انا هستعملها دي رقم 100. ابتدي اخد حبه كده، لقيت الفاونديشن مش عايز يطلع فهاخد كده وهاخد حبات كده، ومش عايزه احط فاونديشن كتير. بعد ما عملت هذه الجريمه هبتدي بقى افرد كل ده على البشره كده. انا نفسي بس اعرف في الموضوع اللي انا كنت بكلمكم فيه بجد والله، اللي بيأذي ده بيأذي ليه؟ سواء انا ولا غيري ولا اي حد في الدنيا، ايه وجه الاستفاده؟ لو عندكم بنات معلومات او عارفين الحوار ده ممكن يكون بيحصل ليه، اكتبوا تحت في الكومنتات نفيد بعض. ما بسيبش ولا كومنت غير لما بقراه، ولما بيكون عندي فرصه ان انا ارد على الكومنت والله ما بتاخر، بقعد وبرد. انما الكومنت بتاعتكم كلها دايما بتتقرا، او بخلي كمان حد يقراها لي اول باول. لو عارفين الموضوع ده ممكن يكون بيتعمل ليه اكتبوا طبعا تحت في الكومنت، خلينا نفيد بعض. او لو عارفين كمان ممكن نأمن نفسنا ازاي ان ما يحصلش المواقف دي تاني، او ما يحصلش مع حد حاجه تاني. يعني انا بالنسبه لي اللي يا دوب طلعت انبهكم بيه ان انتوا ما تخشوش على اي لينك او ما تدوسوش على اي حاجه غريبه تجيلكم، ومش اي حاجه تيجي تصدقوها. اسالوا الاول الحاجه دي مصدرها ايه او جايه منين. بعد كده هاخد البيوتي بلندر المانجا بتاعتي وهبتدي ابلند كده البشره كلها وابلند الفاونديشن كله. بعد كده هاخد الكونسيلر بتاعي ده من روبي روز، هاخد منه الدرجه دي واعمل بيها كونتور لان هي غامقه عليا، فانا هستعملها ككونتور. انا مش عايزه الكونتور يكون لونه حاد، انا عايزه الكونتور يكون لونه الدرجه دي. وهسحب الخد شويه كده على تحت من هنا وكمان من هنا. بعمل التنت ده بتاع حسناء رجب، الدرجه اللي انا بستعملها دي اسمها ستروبري. التنت ده انا بحبه جدا، والبنات اللي متابعاني من زمان عارفه انا قد ايه بحبه. التنت ده سهل في الدمج قوي. بصوا بنات انا بحطه فين؟ انا بحطه فوق الكونتور. التنت ده سهل في الدمج قوي. نقط كده ادمج كله كده مع بعضه.
وفكره ان انت تعملي بالكونسيلر كونتور، الفكره دي ممتازه. ليه بقى؟ لان الكونسيلر خفيف جدا 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 على البشره، ثانيا بيندمج معاكي بسرعه قوي وليكويد، وفي نفس الوقت الكفر بتاعه والتغطيه بتاعته حلوه. انا بقى المره دي عايزه الكونتور يطلع من جوه من هنا، عشان يطلع لي بطرف الاي شادو بالشكل ده. شايفين؟ هنزل الاي شادو على تحت واسحبه مع الكونتور بيوتي بلندر، وهمشي على البشره كلها عشان تكون ميه واحده. نفس الكونسيلر بتاع روبي روز ده، الدرجه بتاعته مش فاكره كانت كام ناحيه، مكتوب عليها 20 ميديم. عامه هسيب لكم اللينك اللي انا جايباه منه تحت في الديسكربشن بوكس. الكونسيلر ده حلو جدا وناعم جدا جدا جدا. هاخد الدرجه دي، بصوا يا بنات الدرجه دي فاتحه عليا، فهاخدها كده وهحطها في كل الاماكن اللي انا عايزه انور فيها بالشكل ده اهو. اسكت؟ لا، هعادل الدرجه بالناحيه التانية اللي انا اوريدي عملت بيها كونتور. هاجي على كل حته واحط فوقيها نقطه. شايفين انا عملت ايه؟ لان احنا في الميك اب ما عندناش حاجه بتترمي، لو درجه فاتحه ودرجه غامقه احنا كده كده بنحتاج الدرجتين. وبعد كده ارجع ادمج البلندر الصغيره، هبتدي ادمج كده، هيديني الدرجه اللي انا عايزاها. وكان ممكن جدا نستعمل الدرجه الفاتحه بس انا بحب الميكس ده قوي بالشكل ده. وبعد كده هرجع اثبت البشره باللوز باودر دي من انستازيا، جايباها تقسيم للبنات اللي مش عارفه تجيب البراندات. دي الباودر بتاعت انستازيا درجه بنانا، جايباها تقسيم من عند يلا شوبينج. ان شاء الله افتكر اسيب لكم اللينك تحت في الديسكربشن بوكس. هبتدي اخدها واثبت البشره كلها. ده بعد ما ثبت البشره حلوه جدا، هستعمل باليت البلاشر دي اللي انا نسيت اقول لكم عليها او نسيت اطلعها معايا كتير جدا. باليت البلاشر دي من احسن انواع باليت البلاشر اللي ممكن تستخدميها في حياتك. الباليت دي كانت من روبي روز برونزر، وكمان فيها كذا درجه للبلاشر، والبيجمنت بتاعها تحفه. هاخد الدرجتين اللي على برونزر كده شويه وهدفي بس البشره، حاجه بسيطه قوي خطيره. انا عايزه اقول لكم الباليت بجد حلوه وثباتها تحفه، وكمان سعرها رخيص قوي. وبعد كده هاخد الدرجه دي واستعملها كبلاشر، بس هنفضها جدا لان بصوا البيجمنت بتاعها عامل ازاي. بعد كده هاخد فرشه فاضيه وهبتدي ادوب او هبتدي ادمج بين الباودر وبين البلاشر عشان الدنيا ما تبقاش مبقعه كده او ملطشه كده معانا. هدمج ما بينهم هما الاتنين بالشكل ده. من هنا الدنيا بقت ميه واحده، هنا الدنيا فيها خطوط فاصله او فيها خط شرب كده، بفرشه فاضيه بس ما فيهاش اي حاجه. وهبتدي ادوبهم الاتنين في بعض بالشكل ده عشان الميك اب يبان معاكي سموز اكتر وناعم اكتر. وهنا كمان هعمل نفس الفكره، فرشه فاضيه ما فيهاش حاجه، انا بدمج بيها بس الاطراف. البلاشر للبنات اللي عايزه تاخدها سكرين خطيره. الهايلايتر اللي هستعمل الهايلايتر برضو بتاع جلو صن بتاع ندى سالم. الدرجه دي الثلاثيه شفتوها معايا اكتر من مره، والدرجه دي اللي هي على شامبين. والنهارده ده الاصدار الجديد او الكوليكشن الجديد عندها، وفي الدرجه اللي هي اسمها نيون. كده نجرب الدرجه الجديده دي مع بعض. الدرجه دي يا بنات بصوا تبان من بره ابيض كده، بس من جوه فيها الوان تيف. بصوا الدرجه يا رب تبان عندكم زي ما هي باينه عندي. الدرجه كده حاجه نار. بصوا هنا طيب، الدرجه دي بتدي اللون اللافندر كده. الدرجه دي فيها سنه بينك على سنه لافندر كده، شكلها خطير يا بنات. بصوا
الكوليكشن الجديد بتاع الهايلايتر. بصوا الدرجه، ركزوا كده في خدي، هتلاقوه عاطي على سنه لافندر، سنه بينك، خطير قوي. تاني لنفس الباليت، وهاخد منها المره دي الدرجه الموف الغامقه دي، وهمشي بيها اقرب حاجه تحت خط الرموش. وبعد كده هاخد اللون الفوشيا وهدمج بيه اللون الموف ده. كمان مع اللوك ده احط كحل لونه كحلي، فهحط الكحل ده من كاركتر لسه جايباه في العروض بتاعت يلا شوبينج. هسيب لكم برده اللينك بتاع يلا شوبينج تحت في الديسكريبشن بوكس، عامله عروض الفتره دي حلوه جدا. هحط لون كحلي كده وهنزل بيه شويه على خط الرموش ده. وبعد كده هجيب الكومباكت باودر بتاعتي دي من نوت، درجتي فيها رقم 2، والسبونش المثلثه، والاتنين برضو زي ما قلت لكم هتلاقيهم موجودين عند يلا شوبينج. وهبتدي انضف كده. نضفي شغلك، لان نظافه شغلك اهم من شغلك نفسه والله. هاخد الكومباكت باودر وهبتدي انفض بيها تحت العين كده، وهنفض بيها هنا، انور بقى بيها الدنيا كلها كده زي ما انا عايزه. تعالوا كمان عايزه اخد الهايلايتر اللي هو درجته اتش 7 وابتدي احطه تحت الحاجب، وابتدي انور بيه لو في اي حته معايا عايزه تنور. بصوا هو كل الباكجات كده، بس كل درجه هايلايتر وليها رقم. اللي انا استعملته ده كان النيون، وده درجته اتش 07. هاخده كده وهبتدي احط بس حاجه بسيطه جدا هنا انور بيه تحت الحاجب، وعايزه احط منه حته هنا. بصوا الهايلايتر عامل ازاي. درجه الهايلايتر دي يا بنات اللي هي اتش 07. ابتدي احط مسكره في الرموش اللي تحت. ابتدي احدد شفايفي بالقلم ده من ام ان رقم 13 بالشكل ده. وبعد كده هستعمل درجه الروج دي من شيجلام، الدرجه اللي هي الست اللي بيجي التلاته مع بعض. الدرجه دي اللي هي اسمها ويندرلاند. دي اسمها ليلي بي، معرفش هو الست كامل كده مع بعضه. حط عليها سنه من الدرجه، مش دي برضو الدرجات اللي انا عايزاها. هغير الروج، استنى الروج ما ينشف. هاخد الدرجه اللي على بينك اكتر دي من الباليت بتاع جي كات، هبتدي احطها في النص الشكل ده بنات. وده الروج اللي انا استعملته من الباليت بتاع جي كات، استعملت الدرجه اللي هي الفوشيا دي. بس كده وكده اكون خلصت الميك اب لوك معاكم. ايه رايكم؟ لا بجد ايه رايكم؟ هستنى رايكم جدا في الكومنت، لان رايكم بيفرق معايا جدا كده على الميك اب. وبصوا كده على التفاصيل الصغيره اللي موجوده، بتفرق جدا في شكل الميك اب. قلب مامي كده اكون خلصت معاكم الميك اب لوك ده. هستنى رايك في الكومنتات. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدعميني باللايك والشير وسبسكرايب، واي مكان جبت منه اي حاجه هسيبها لكم تحت في الديسكريبشن بوكس. واشوفكم على خير فيديو جديد وميك اب لوك جديد ان شاء الله.